شوف كاين واحد الناس هنا في التيك توك يحب يحشيها لك، خاصه الناس اللي ما يعرفوش بوليتيك واقتصاد، منا يقول لك واش يقدر يدير تبون وحده وهذه 20 سنه من الفساد ومنا وراه خلاو له تركه كبيره ولازم بالعقل باش يسقم البلاد وما يقدرش في نهار واحد يرجعها كيما دبي ومنا. ولكن بالمنطق كلامهم كله غلط. علاش؟ لانه كاين بوادر وكاين نيه للاصلاح. وشنو هي؟ اول حاجه قادر تبون ما يحتاج لا اموال البترول لا الغاز، ما يحتاج لا اموال يكونوا عنده بزاف، ما يحتاج لا 5 سنوات لا 10 سنوات، قرارات فقط. اولا تنظيم السوق السوداء، ادخال الشكاره الى البنوك، القضاء على الشكاره في السوق، تولي ما كاش شكاره اصلا باش تسهل حياه المواطنين. السوق الغير رسميه ترجع رسميه، تجار والشركات وهذه الامور اللي تنشط في النوار تولي كلش رسمي، كل شيء خلص ضرائب، كلش رسمي، العمال مصيريين، المرتبات تاعهم مصيريه محميين. هذه الحاجه الاولى، ادخال الشكاره الى البنوك والقضاء على السوق السوداء. اول حاجه راح تسهل حياه المواطن وترجع حلم المواطن اللي باكتساب سكن، امر بسيط جدا، 2 دقائق يشري سكنه، ما توليش الفيلا تسوى 10 ملاير ولا لابارتومون تسوى 6. الحاجه الاخرى طبع عمله جديده، تنحي زيرو من العمله كما دارت تركيا في القيام تاعها الاول، تنحي زيرو من العمله تولي 1000 فرنك ودينار واحد، وبها تزيد كذلك تساهم في القضاء على الشكاره والمال الفاسد، وتدخل الشكاره اللي راهي مخبيه في الدهاليز الى الخزينه العموميه، وتبدا جزائر جديده كما راك تهضر. حاجه الاخرى ليبيري الراس المال، ليبيري دراهم. علاش راك مخبي دراهم؟ خلي الناس تستثمر سواء في الداخل ولا في الخارج. ليبيري القوانين هذه تاع 49 41 والعرقله وهذه الامور هذه، علاش راك معرقل؟ علاش راك غالق الجزائر؟ هذه امور كاع تحتاج غير جره قلم يا سيدي. معليش 49 41 خلي 49 51 هذيك خليها للصناعات العسكريه، خليها للبترول للغاز، للامور الاستراتيجيه. اما اللي يجي يدير لك اضافه في السوق ويجي يفتح استثمار في السوق، يعني يوظف لك به العمال ويوظف لك به الجزائريين ويكون لك به جيل مصنع في الجزائر، وتصبح انت مصنع لافريقيا. رانا نشوفوا راه كاينه نهضه في افريقيا شيء، تولي تا هو المصنع والبوابه والفاصله بين اوروبا وبين اسيا وبين امريكا وافريقيا، تولي انت هو المصنع، انت هو المصنع. وعلى بالك مصنع واحد عالمي يتكرياو به 6000 أوزين وخدوخر، احسب شحال راح يوظف لك شوافره ويوظف لك حتى اطباء، شركات لاسيرونس، ضرائب. يا ودي راني نقول لك دراهم عجب من مصنع واحد، فما بالك مصانع. حاجه اخرى الفتح على الجزائريين، اسكو هذا يحتاج اموال بترول ولا يحتاج وقت ولا يحتاج 10 سنين ولا الغاء تاشيرات مع الدول والفتح على الجزائر؟ فتح على الجزائر، خلي الجزائر تتنفس شويه، يعني تسهيل على الجزائريين الدخول والخروج، رفع القيود على كذلك الاستيراد التصدير. هذو اسكو يحتاجوا 5 سنين 10 سنين؟ بناء علاقات جديده مع الدول، إلغاء كل العلاقات القديمة البومديانية البوتفريقية، العلاقات السوفياتية الاشتراكية، بناء علاقات جديدة مع الدول، يعني تبييض صورة الجزائر أمام العالم، الخروج من الغبار تاع العشرية السوداء وحنايا دولة منغلقة وافتح على الدول. مازال رانا نشوفوا عراقيل السفارات الجزائرية نائمة. اسكو هذه تحتاج 5 سنين ولا 10 سنين باش دير هذه القرارات هذوم؟ السفارات الجزائريه ممنوع واحد يدخل للجزائر، ممنوع واحد يدي الفيزا، كيما تغلق على الدول راهي تغلق عليك. والجزائري راهو عايش في حبس كبير. الجزائر على اي واحد جزائري حاب يحرق، ماشي كاع الجزائريين حابين يركبوا في بوطي ويحرقوا، كاين اللي يحب يروح يحوس يشوف البلدان منا ويعاود يرجع لبلاده نورمال. سيد مبادره سياسيه، يعني إحياء المشهد السياسي من جديد، القضاء على الكهول تاع بكري، أفلان البعجي منا السيستم القديم، إحياء المشهد، تجديد في المشهد السياسي، القضاء على الشكارة، على الكهول هذوك اللي خطاباتهم على ثورة نوفمبر وفلسطين والبوليزاريو، وإحنا أقوى دولة في العالم وإحنا خير من سويسرا ونتيندو فرجعوا لكم كيما دبي. تجديد في الخطاب السياسي، يكون خطاب يعني يحيي البلاد، يحيي العقول شوية، يعني يولي خطاب منعش. كي تسمع أنت تولي كي تسمع سياسي تسمع كما السياسيين في الدول اللي محترمة. فتح المجال للنقاد، للأقلام، للصحفيين، الصحافة الاستقصائية تعاونك في القضاء على الفساد، تنور لك عيونك لكثير من النقائص في الجزائر، تبني معاك الجزائر، تكون هي يد
تبني معاك الجزائر. انت انسان في عمرك 90 سنه ما تقدرش ميم با تروح للمرحاض وحدك، لازم مرتك تشعل لك الضوء تديك للمرحاض، رجلك مقطوعه. كيفاه تبني جزائر وحدك غير انت وشنقريحه؟ شنقريحه مسكين ثاني عنده سلاسل البول، يعني انسان البول تاعو ما يقدرش يشدو. كيفاه انتوما ناس من كوجيل ومن ناس كبار في العمر، كيفاه تبني جزائر وحدك بلا شباب، بلا صحافه، بلا احزاب، بلا نقاد، بلا كتاب، بلا نخبه مثقفه تفتح المجال، تخلي الناس تتنفس وتتكلم؟ هذه هي بوادر الجزائر الجديده. وين راهي الجزائر الجديده؟ اسكو هذه تحتاج 5 سنين ولا 6 سنين، ولا تحتاج مثلا ملايير مليارة باش تقدر دير قرارات مثل عباك؟ على راني نتكلم بسخانه يا خوتي هكذا. هذه فرصة تاريخية للجزائر. على بالك الشعوب بدات تفطن، شعوب بدات تتحرر من الاستعمار وبدات تتحرر من التبعية للدول، خاصة إفريقيا. وراهي إفريقيا على بالك في ثورة، في نهضة. وعلى بالك هذه الدول هذو يحتاجوا يد العون، يحتاجوا واحد يفتح لهم الأبواب. حنا إلا ما كناش السوق، وحنا إلا ما كناش المصنع في هذه الفترة، وحنا إلا ما كناش المورد لهذه الدول والداعم لهم، ونستغلوا الفرصة ونملأ الفراغ اللي راح تخليه الدول المستعمرة، عمرنا ما راح تكون لنا نهضة. لازم تكونوا حارين وتفطنوا باللي هذه مرحلة مصيرية، مرحلة تاريخية، لا للكهول. خلاص الكهول، الاتحاد السوفيتي، الاشتراكية، الغلق على الشعب وتقعد وحدك وغالق الحدود ومنا، وانا ما نزيدش نهضر معاك وما تزيدش تهضر معايا خلاص هكا عليه الظهر والشارب. دركا ما كان لا صديق لا شقيق لا رفيق لا والو، درك كاين مصالح. تفيدني راني معاك، ما تفيدنيش ما ربي يسهل عليك. لا حول ولا قوة إلا